اليوم غادي نشوفوا واحدة من أفظع الجرائم اللي عرفها المغرب بعد الاستقلال واللي خلات آلاف د المواطنين بين الحياة والموت. تخيل معايا تفيق الصباح تلقى رجليك ما قادينش يهزوك والجيران كلهم طايح اكثر من نايض والناس كتشلل أو كتموت بلا سبب واضح. زيت الطياب اللي من المفروض توفر الصحة والعافية للمستهلكين المغاربة تحولات لسم قاتل. شكون اللي كانوا وراء هذه الفعلة وعلاش هاد المجرمين ما تعاقبوش ليومنا هذا؟ خليكم معايا نشوفوا الكارثة اللي هزت المغرب في أواخر الخمسينات وخلات جروح مازال مفتوحة الآن. بسم الله على بركة الله. في صيف 1959 البلاد عاد خرجت من الاستعمار والناس كتحلم بحياة زوينة كلها أمل وحرية، ولكن فجأة كارثة ضربت البلاد واللي غيرت حياة آلاف المغاربة للأبد. الجذور ديال هذه القصة بدات في الحرب العالمية الثانية وبالضبط في نوفمبر 1942 منين دخلت الميريكان للمغرب وحطت قواعد عسكرية ديالها في بزاف ديال المدن بحال القنيطرة ومكناس سيدي سليمان وغيرهم باش يحاربوا قوات المحور. وديك الوقت بلادنا كانت تحت الاستعمار الفرنسي وفرنسا حتى هي كانت مشاركة في الحرب العالمية. داكشي علاش سهلت هذه العملية اللي كانت تحت اسم الشعلة ضد النازيين الألمان. ومن بعد الاستقلال المغرب دار اتفاقية مع أمريكا سنة 1959 باش ينسحبوا تدريجيا من كاع القواعد العسكرية، وداكشي اللي كان هزوا المعدات ديالهم كاملة وخلاو الأطنان من زيوت تشحيم محركات الطيارات الحربية، وهي زيوت سامة كتحتوي على مادة DOCP وهي ثلاثي أورتوغريزي الفوسفات. ومع الأسف ما عرفوش كيفاش يتصرفوا في هاد الزيوت الخطيرة واللي ممنوع عليهم يلوحوها في البحر ولا في البر، ولكن الجشع وغياب الرقابة خلاو هاد الزيوت تسرب للأسواق المحلية. كيفاش داروا ليها؟ إلا وصلتي لهنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. بعض التجار بغاو يربحوا بالزربة شراو هاد الزيوت من السماسرية اللي كانوا داخل القواعد العسكرية بكميات كبيرة واللي ما فيها لا لون ولا ريحة. وهنا بدات المصيبة الكحلة، خلطوها مع نسبة قليلة من الزيت النباتية باش ما تبانش مغشوشة ودفعوها للأسواق تحت اسم زيت الغزال بثمن رخيص بزاف من ثمن الزيت اللي كانت ديك الوقت. وبسبب الفقر وقلة الحاجة فأكيد أن الطبقة الكادحة غادي تمشي للرخيص، وبما أن الرقابة كانت شبه منعدمة ووزارة الصحة والتجارة كانوا ضعاف ما كانوش مختبرات كافية ولا مراقبة منتظمة وما كان حتى شي جهاز يقدر يتبع المواد اللي داخله للسوق ولا يراقب المصدر أو المكونات. وهنا بدا التسمم الجماعي كيبان والأعراض كتظهر فجأة في ساكنة مكناس، صفرو، الخميسات، سيدي قاسم وباقي المدن. الناس بداو كيحسوا بألم غريب في الأطراف، شلل في الرجلين واليدين ومشاكل في الجهاز العصبي. حسب التقارير الكارثة ضربت حوالي 20,000 مغربي منهم اللي مشى عند الله والباقي تعوقوا مدى الحياة. حوالي 75% من الضحايا فقدوا القدرة على تحريك الأطراف السفلية ومن 10 ل 15% جاهم شلل كلي. بزاف د الناس يحسب لهم في الأول غير شي فيروس أو حمى، وحتى من الأطباء اللي داخلوا ما عرفوش يشخصوا السبب. ومنين بدات الحالات كتكاثر والسبيطارات كتعمر الحكومة المغربية طلبت تدخل منظمة الصحة العالمية بشكل مستعجل باش يشوفوا اش واقع، وصيفطوا لهم أطباء وباحثين من جامعة أوكسفورد. ومن بعد الأبحاث الميدانية في مكناس وسيدي قاسم اكتشفوا الحقيقة المرعبة، لقاو السبب هو مادة DOCP واللي كيطيبوا بها الناس. الشيء اللي خلى الحكومة المغربية تتحرك بسرعة بحيث آمر الملك الراحل محمد الخامس بإنشاء صندوق خاص لدعم الضحايا واللي كان كيتمول عن طريق واحد التنبر ساوي 4 دراهم واللي تفرض على جميع السيارات وحتى التبغ. لكن هاد الفلوس ما كانتش كتوصل للضحايا كلهم بشكل كافي، ومصير هاد الصندوق بقى غامض لبزاف منهم حيت قالوا ما كانش شفافية في توزيع الأموال. واخا الدولة طلبت منهم يتسجلوا باش يستافدوا من التأهيل الفيزيائي في مراكز استشفائية مؤقتة في المدن المتضررة بزاف، إلا أن ضعف الإمكانيات والخصاص في الأطباء المتخصصين في الأعصاب خلى بزاف منهم مشلولين للأبد. وتفتح تحقيق عاجل بأمر من الملك باش يتعرف مصدر الزيوت السامة، ودارت لجنة خاصة بإشراف الأمير مولاي الحسن وبدات كتبع خيوط القضية خاصة في مكناس اللي كانت مركز الكارثة. شدوا بزاف ديال الباعة والسماسرية اللي كانوا كيوزعوا زيت الغزال المغشوش، والمصادر كتأكد أن 5 ديال الأشخاص من قاعدة النواصر بنواحي الدار البيضاء كانوا متورطين في تسريب الزيت المسمومة، ولكن ما كاينش تفاصيل واضحة واش تمت المحاكمة ديالهم ولا لا. رغم أن الأمير في عام 1960 أصدر ظهير شريف رقم 61231 نص على عقوبات قاطعة بحال الإعدام للجنات الرئيسيين والمؤبد اللي كانوا مشاركين في العملية، ولكن ما كاينش معلومات دقيقة وموثوقة على واش تنفذ حكم الإعدام فعلا على التجار الرئيسيين. هادشي خلى المصير ديالهم غامض. وبعض الروايات الشعبية كتقول باللي التجار الكبار فلتوا من العقوبة وحصلت في الباعة الصغار واللي كانوا كيوزعوا الزيت. حتى اليوم وأكثر من 60 سنة
على هذه الكارثة مازالين حوالي 331 ضحية كيعانيوا وكيطالبوا بالتعويضات، وبزاف منهم عايشين على كراسي متحركة، وكاين منهم اللي عمره كيتجاوز 80 عام، ولكن الملف ديالهم مازال معلق. واخيرا كارثة الزيوت المسمومة ما كانش غير حدث في التاريخ، هي جرح عميق في الذاكرة المغربية، قصة آلاف العائلات تحطمت حياتهم بسبب الجشع وغياب الرقابة، ورغم الألم والشلل والمعاناة ظلوا صامدين كيطالبوا بحقهم في الكرامة والتعويض. وهذا الفيديو كنهديه لكل ضحية كافحات باش تبقى على قيد الحياة، ولكل صوت مازال كيطالب بالعدالة. كانت معكم فاطمة زهرة السنباطي من قناتكم أصداء التاريخ، نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.